طلع علينا الاستاذ مرتضى منصور في مؤتمر صحفي الاسبوع ده، وهاجم يمين وشمال والشرق والغرب، هاجم كل الناس اللي ممكن يخطروا على بالك بدون اسباب فعليه حقيقيه على ارض الواقع حاليا. يعني طلع وقال ان هو مستلم النادي والنادي فيه 600 جنيه بس، وكان هيعمل ايه في ظل حجز على اموال النادي بعد ما استلم النادي ب3 شهور من قبل ممدوح عباس. علشان ما يسكتش حسين لبيب ويطلع يرد عليه ويقول له ان انا كنت سايب النادي في اكتر من حساب، منهم حساب بالدولار وحساب باليورو وحساب تبرعات غير حساب الزمالك، في مجمل الفلوس يعني كلها 20 مليون جنيه كان سايبهم، سواء كانوا 600 جنيه او 20 مليون، فدول ما يسووش قيمه عقد لاعب من اللاعبين اللي موجودين في نادي الزمالك، وبتاخدونا وتروحوا في دوامات تصريحات وردود بدون اي فايده. جمهور نادي الزمالك عايز حلول حاليا على ارض الواقع.